بعد مرور 9 شهور على إطلاق قناتنا، ما تيجي أقول لك كل سنة وإحنا طيبين وإنتم طيبين بمناسبة العام الميلادي الجديد. والنهاردة هنقف مع لقطة كوميدية في ليلة رأس السنة. ما تيجي أقول لك برجك إيه؟ يلا بينا يلا بينا. أنا الأسد الحزين الذي ضاعت هيبته داخل برج القاهرة، حيث الغابة الفسيحة، تلك الغابة التي صوصو فيها الديك وكبر الثعلب في أذني السرحان. عيني أي خف من ذاك الثعبان الذي التف حولك أيها الأسد. بكى الأسد كثيرا وكثيرا، بكى من الفيل الذي انتوى أن يأخذ مكانه، بكى من القرد الذي أعطاه على قفاه لسعة بموزة وفول سوداني، وبدلا من أن يزأر ويزأر أخذ يبكي ويبكي مرددا: قد أخرجوني من الأبراج 12 وأصبحت 11، قائلا: انظروا هناك إلى الحمل. ذاك الحمل ماسك قوس راكب طور قدامه دلو جواه عقرب بيعرق سرطان بيحكم بينهم جاتي، وفي عذراء ماسكة ميزان، الميزان له كفتين، كف عليها حوت والتانية عليها جوزاء. كان ذلك في 11، حيث انبرى الجميع في حضارة لم تعرفها الحضارة، يرمون بالزجاج ويلقون بالأكياس المائية على التاكسيات والمرايا، حيث انبروا يولعون النار والأسلاك، يحرقون، يدمرون الطوب الزجاج والمزاريب كل شيء. حاصت الدنيا، هرشت ومرشت. أخيرا أتمنى نبطل العادة دي ونغيرها بحاجات أفضل تتناسب مع حضرتنا ومع ديننا ومع دياننا الاتنين طبعا، الإسلامي والمسيحي، مع ثقافتنا، مع فرعونياتنا، مع كل شيء جيد وجميل، كل شيء يعبر عن الحسنى. أتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.